يعني مستحيل انه تشاهد مباراة للمنتخب المغربي تكون المباراة مملة. اي نعم، دائما المنتخب المغربي يا اخي يمتع وهو يستمتع. هو يستمتع يا اخي. 4 أهداف على الجابون. منتخب خلص يعني ما يحتاج. هو خرج من مرحلة اثبات نفسه انه منتخب عالمي. لا، هو عالمي. المنتخب المغربي منتخب عالمي يا اخي، مو منتخب قاري يعني اقوى منتخب بقاره معينه بافريقيا. لا، هو منتخب عالمي. يا اخي ابراهيم دياز يسجل ويبصم على اول اهدافه مع المنتخب المغربي. يا اخي متعه. هذا المنتخب ما يريد يدخل مباراه اذا ما كانت الجماهير كلها راضيه على ادائه. يعطيك متعه، تستمتع وياه. مستحيل اشوف مباراه المنتخب المغربي ممله. عالمي. اتحداك تجيب لي حارس في افريقيا او حارس اصلا انت شفته يقدر يعمل كم التصديات والرياكشن السريع ده بنفس البراعه والتالق اللي بيعمله ياسين بونو. ما شاء الله. وما تنساش تعمل اكسبلور عشان لازم الناس كلها تعرف ان ياسين بونو احد افضل الحراس في تاريخ افريقيا. على الجميع ان يحذر من اسود الاطلس ومن هذا الثلاثي المرعب. مش بس الثلاثي ده، ولكن ما شاء الله منتخب المغرب كله نجوم كبار ولاعيبه شكلها كده حالفه انها ما تطلعش كاس افريقيا اللي جاي بره المغرب. وما تعرفش في منتخب المغرب النهارده بيفوز على الجابون 4-1. خليني اقول لك ان في اول 45 دقيقة كان في 4 ضربات جزاء لمنتخب الجابون ومنتخب المغرب. منتخب المغرب جاله ضربتين جزاء سجلهم حكيم زياش الاثنين. الاولى كمان بطريقة بانينكا حلوة جدا بصراحة. اما ضربتين جزاء الجابون شاطهم اوباميانج عشان يسجل واحدة ويضيع واحدة. طبعا مش محتاج اقول لك ان لو فاتك اي حاجة من ملخصات المباريات او اهدافها هتقدر تتفرج عليها من اللينك اللي في البايو. يجي بقى الهدف ابراهيم دياز اليوم مع منتخب المغرب ضد الجابون. الهدف اللي سجله ابراهيم دياز بفينش حلو جدا بعد مجهود مفيش احلى ولا اروع من كده من عبد الصمد الزلزولي. ده هدفين زياش النهارده بيصبح حكيم زياش رابع اكتر لاعب سجل اهداف تاريخ منتخب المغرب برصيد 25 هدف، يتساوى مع ايوب الكعبي بعد هدف ايوب الكعبي النهارده. برضه الاثنين بيفصلهم هدفين بس عن تاني ترتيب الهدافين. اما هدف ابراهيم دياز النهارده وصله المساهمه التهديفيه الثالثه في اخر 3 مباريات. هدف واسيستين هم حاصل ال3 مباريات لابراهيم دياز مع المغرب. منتخب المغرب اجمالا بقى في اخر مباراتين مسجل 10 اهداف. ما شاء الله. ودايما ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا المغربي.